يبدأ الفيلم مع ولد صغير اسمه ديكي. ديكي يبقى ولد فقير جدا، بس مع ذلك هو بيدرس في واحدة من أفضل المدارس في المدينة، وأبوه اللي اسمه تي بيشتغل كعامل بناء، وكل الفلوس اللي بيكسبها بيدفعها في مدرسة ابنه. والمدرس ساوق بيوقف ديكي وبيقول له: أنت إزاي تيجي المدرسة وأنت متوسخ كده؟ والمدرسة يوين بتدخل وبتمشي. المدرس ساو ويوين كانت بتهتم جدا بديكي، ومش بتحب تشوف ديكي جاي المدرسة متوسخ، وبتمسح وشه، وبعدها ديكي بيسيبها ورايح للفصل. والمدرس ساوي بيسأل الطلاب: والمدرس اشتغلوا إيه لما تكبروا؟ وفي طلبة بتقول: نفسي أكون سلة. وفي اللي بيقول: نفسي أكون رجل أعمال. وهديكي بيقول: أنا عايز أبقى فقير، لأن أبويا بيقول لي طالما أنا شخص كويس ومحترم ومش بكذب فالناس هتحترمني حتى لو أنا فقير. وهالمدرس والطلاب بيستغربوا من إجابته. ولما طلعوا من الفصل كان جاك بيفرج أصحابه على اللعبة الجديدة اللي بابا اشتراها له، وكانت اللعبة اسمها CG1. وديكي روح مسك اللعبة وكانت عاجبه جدا، بس جاك زعقله وخدها منه. وجاك بدأ يتنمر على زميله، وتنمر على واحد رفاية، وبعدها تنمر على بنته عشان حجمها كبير. فديكي ما سكتلوش وفضل يزعق معاه ودافع عن البنت. ولما جت حصة الألعاب طلعوا ديكي بره عشان ما كانش معاه الجزمة الرياضية بتاعته. وخلص اليوم وديكي روح، وفضل هو وبابا يصطادوا الصراصير على الحيطة. وتاني يوم تي خد ديكي وروحوا يتفرجوا على التلفزيون في الشارع، وجي إعلان في التلفزيون إن في أجسام فضائية وصلت المدينة بتاعتهم. ولما خلص الإعلان تي ما لقاش ديكي جنبه، فريح يدور عليه، وبعدها لقى في محل الألعاب، وكان مسك لعبة CG1 اللي كانت مع زميله جاك، وفضل يتحايل على بابا إنه يشتريها له. فتي قال له: إحنا معناش فلوس عشان اللعبة كانت غالية. بس ديكي برضه كان مصر إنه ياخد اللعبة. فتي ضربه عشان يسبها، وفعلا ديكي عيت وسابها ومشي من المكان. وبالليل تي كان بيدور لديكي على أي لعبة في الحاجات اللي مرمية، وفعلا لقى له كرة، وما كانش يعرف إن الكرة دي كائن فضائي. وتي خد الكرة ورجع البيت علشان يصالح ديكي. قال له إنه جاب له لعبة أحسن من CG1، وساب له الكرة ومشي عشان يروح شغله. وفعلا ديكي خد الكرة، بس برضه ما كانش فاهم هي بتتعمل إيه أصلا. ولما خدها وراح المدرسة صحابه برضه اتنمروا عليه وقالوا له إن دي كرة ملهاش أي لازمة. وجاك حب يضايقه أكتر فخلى واحد صاحبه يضربه. ولما اليوم خلص ديكي رجع البيت، وتي أول ما شافه لقى إنه متضرب، فقعد يزعق له ويقول له إنه دايما بيعمل مشاكل وبيتخانق في المدرسة. وفي اللحظة دي الكرة بدأت تتحول لحاجة غريبة، لكائن فضائي. فديكي خاف ورماها، وقعد يقول لباباه إنه الكرة بتتحول، بس باباه افتكر إنه بيكذب، فراح حبسه في الدولاب علشان يعاقبه. لكن للأسف الكرة كانت معاه جوه الدولاب، وفعلا اتحولت لكائن فضائي. وديكي عجبه شكله جدا، وأول ما تي فتح الدولاب تاني ديكي خبى الكائن علشان يفهم هو إيه بالظبط، وبابا سابه ومشي يكمل شغله. ساعتها ديكي بدأ يكتشف الكائن ده، ولاحظ إنه شبه الكلاب، فقرر يسميه CG7. وقعدوا يلعبوا ويرقصوا مع بعض طول الليل، وعرف إن CG عنده قوة خارقة. وخلص اليوم على كده. تاني يوم ديكي صحي وجهز نفسه للمدرسة، وخد معاه CG7 وقال يجرب قوته. راحوا عند أشرس كلب في الشارع وطلب من CG يهاجمه، وفعلا CG عمل حركات قتالية وضرب الكلب. بعدها راحوا المدرسة وهم فرحانين، لأن ديكي حس إن كل مشاكله خلاص هتتحل. ولما وصل كان عنده امتحان، فدخل الحمام وطلب من CG يساعده ينجح. فCG عمل له نظارة يخش بيها، وفعلا في الامتحان ديكي كان بيطلع كاميرات صغيرة من النظارة ويغش من زميله، وجاب 100%. وبعدها جاء امتحان الرياضة، فطلب من CG يساعده تاني، فعمل له جزمة رياضية. ولما دخل الاختبار فاجئ المدرسين، كان بينط عالي جدا وبيجري بسرعة رهيبة، وحتى لما شاط الكورة كسر الجون. لكن المدرسين لاحظوا إن في حاجة غريبة، واكتشفوا إن الجزمة مش طبيعية، وطلبوا له الشرطة. ولما الموضوع كبر دايك استخدم الجزمة وطار بيها، بس فجأة الجزمة باظت وهو في الهواء ووقع تاني على الأرض. وفجأة دايكي صحي من النوم وطلع إن كل اللي حصل ده كان مجرد حلم. أول حاجة عملها إنه اتأكد إن CG موجود وإنه مش حلم هو كمان، وفعلا جهز وراح المدرسة معاه، وراح لنفس الكلب الشرس وهو فاكر إن CG هيضربه زي الحلم. بس المفاجأة إن الكلب ضرب CG، فديكي خدوا بسرعة وهربوا وراحوا المدرسة وهما الاتنين متبهدلين. وكان عنده امتحان فطلب من CG يساعده، بس المرة دي CG ما كانش فاهم حاجة
ومعرفش يساعده. ولما دخل الامتحان دايكي معرفش يحل ولا سؤال وجاب 0. وجي امتحان الرياضة فدخل الحمام تاني وفضل يتحايل على سي جي يساعده، لكن برضه ما حصلش حاجة. ولما خرج صحابه فضلوا يضحكوا عليه لأنه فشل في كل الامتحانات. وفي آخر اليوم دايكي زعل جدا وحط سي جي في كيس وراح يرميه في الزبالة لأنه كان فاكره هيحقق له كل أحلامه. لكن بعد شوية فهم إنه غلطان وإن سي جي ملوش ذنب، فجري بسرعة علشان يرجعه. بس للأسف عربية الزبالة كانت أخدته ومشيت، وفضل دايكي ينادي عليه. على كل حال العربية راحت ومحدش شافها. ولما رجع دايكي البيت لقى سي جي هناك، شاله وحضنه وبدأ يعتذر له على اللي حصل. وبالطبع الخبر وصل لبابا وقال له إنه وقع في الامتحان النهاردة فجاب له سفر. فدايكي اتضايق وزعل وخد منه سي جي وقال له إنه عايز يعيش لوحده ومش عايز يشارك حياته معاه تاني. دايكي رد وقال له أنت فاشل. فدايكي قال له عايز أعمل اللي أنا عايزه ومش مهمك. رد دايكي وقال لو جبت في الامتحان الجاي 60% هسيبك بعد كده تعمل اللي تحب. فعلا دايكي بدأ يذاكر وكانت بتساعده المدرسة يويان. وجاي يوم الامتحان التاني وديكي كان مركز جدا وبيحل كل الأسئلة. وفي الوقت ده ديكان كان في شغله وحصل حادث. أنبوبة غاز وقعت من المبنى والسلك مسك رجل تي وحاول بكل قوته يمسك أي حاجة عشان ما يقعش، لكن للأسف ما قدرش واتحطم من المبنى. سي جي كان معاه في الشنطة وما قدرش يخرج. نرجع لديكي، خلص الامتحان وجاب 65%، ودي النتيجة اللي بابا كان عايزها. لكن الخبر وصل لأستاذ يويان إن بابا ديكي في المستشفى. كلهم اتحركوا بسرعة للمستشفى، لكن الدكتور بلغهم إن تي مات. وديكي اتصدم إنه مش هيشوف بابا تاني. لمدرسة يويان رجعته البيت وفي ديكي طلعها بره، وفي زلي كان بينادي على بابا. في المستشفى سي جي قدر يطلع من الشنطة وتفاجئ بموت تي. المرة دي فعلا استخدم قوته السحرية، وفي زلي حاول يعالج تي بكل قوته واستخدم سي جي بكل قوته كمان، واللي كان فيه خطورة كبيرة على حياته. انتهى اليوم هنا، بس السؤال تي صحي تاني؟ ايه اللي حصل؟ تاني يوم ديكي صحي ولقى بابا نايم جنبه وما صدقش انه صحي تاني. وفي زلي هداه وقال له انه مش هيسيبه تاني وهيسمع كل كلامه وكمان هيذاكر كل دروسه في المدرسة. في الوقت ده سي جي كان معاهم، لكن باين عليه التعب، وللأسف القوة اللي استخدمها عشان يصحي تي خلتها ما يستحملهاش ومات. وبعدها اتحولت للعبة. من ساعتها ديكي بقى شاطر وبيذاكر كل دروسه، وكان دايما شايل لعبة سي جي على رقبته على أمل إنه يوم يرجع له تاني. فجأة وصلت للمدينة سفينة فضائية ونزل منها كائنات كتير شبه سي جي، وديكي أول ما شافهم كان فرحان جدا. وهنا انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش الاشتراك ومتابعة كل جديد.